ازاي تحول تراديشنال برودكت لانه هو يكون كرييتيف برودكت وفي نفس الوقت يسيطر على الماركت بتاعك من الاول للاخر. النهارده هنتكلم اكتر عن الديفلوبمنت اللي بيحصل للبرودكتس، وازاي ان انت تاخد برودكت من حته معينه تخليه افضل برودكت وتبني على اساسه نجاح كبير جدا في الفيلد بتاعك. وعشان اتكلم على حاجه زي كده الحقيقه كان قدامي خيارات كتيره، لكن رحت الصراحة لأفضل خيار. مش عايز أطبل، لكن الضيف اللي معايا النهاردة بكل صراحة أنا من حوالي سنتين سمعت له بودكاست مع حازم الصديق. في الوقت ده انا عينيا عارف بقى اللي هي لمعت كده شويه، وقعدت ايه ابص اللي هو يعني ده رول موديل. انا عايز يجي وقت كده ويبقى الراجل ده اعرفه او ابقى زيه على الاقل. سبحان الله تمر الايام والسنين والرول موديل بتاعك يبقى صاحبك، وفي نفس الوقت ايه يعني موجود معاك في الاستوديو. رحبوا معايا بمصطفى ابو سمره. انت بتسمع دلوقتي وبتتفرج على الكرييتيف كاست. انا احمد متولي، ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. ازيك يا سمر؟ عامل ايه؟ انا زي الفل، انا اخبارك مبسوط. ايه؟ ده كلام كبير والله العظيم. لا انا لا لا هصدق لا, نفسي. لا والله خلي العظيم بالك. بجد. لما سمعت لك الحلقة مع حازم بالجيرني بتاعتك كلها بقى من اولها لاخرها بان انت كنت بتشتغل في فيلدز تانية ثم بعد كده نقلت للفودز ومش عارف ايه. مش عجبني الكارير ولا عجبني اللي هو الدماغ. عارف انت في حتت كده الدماغ دي متكلفه قوي. صنع معاك، وخلي بالك انا كنت براندنج ايجنس اصلا. اوه ماشي. بس على قديمه شويه بقى ايام البوتيكس وكده. ما شاء الله. اخبارك ايه؟ انا زي الفل والله العظيم. كله زي الفل. احنا مبسوطين ان انت والله ده معانا شرف النهارده. ليا. شرف ليا. وبنتشرف بوجودك دايما على راسي. انت من 2.5 سنين بدأت واحد من اتقل البراندز اللي موجوده دلوقتي في الفود اند بيفرج. الحمد لله. كايزو. لله. وبسم الله ما شاء الله في خلال الفترة دي تقريبا يعني هو بيسيطر على الماركت من أول لآخره. ماركت ليدر باي فار الحمد لله. ما شاء الله اللهم بارك. 6 اكس اقرب كومبيتيتور لينا ما شاء الله الحمد لله. لاش نقول يعني 6 اكس. رقم كبير في 6 صفار يا جماعه. الحمد لله. اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك عليك. الحمد لله. الجيرني بتاعت ان انت تاخد ساندوتش شاورما عادي خالص، تحوله لكايزو بالبراندنج بتاعه، بالستوري بتاعته، بالجيرني، بحاجات كتيرة قوي. الشخص ساعة لما بيجي يشتري ما بيشتريش ساندوتش شاورما، بيشتري كايزو. ايه الجيرني بتاعتها وعملتها ازاي؟ بص حقيقة احنا ما ابتديناش طبعا من 2.5 سنين، ابتدينا اكتر من كده بكتير. لو هنتكلم عن الرحلة يعني احنا ابتدينا نشتغل على كايزو مثلا نقول من 4 سنين، 4.5. تمام. 2 سنين يعني من قبل ما نلونش. احنا ولونش 25 يناير 2021. بس ده متلاقي على البراند كده حد كل الناس تسأل عليها هو ليه من 1930 ل 2020. ممكن نبقى نشرحها في الاخر بما ان احنا في ناس ليهم علاقة بالكرياتيفيتي وكده. الرحله ابتدت منين؟ ان احنا بقالنا في سوق المطاعم. انا الاول كنت شغال كونسلتنسي لمطاعم، قعدت حوالي 2-3 طلعنا كام براند كده، يعني منهم لسه اللي قائم وليدنج، ومنهم اللي بقى رانر اب، منهم بقى رقم 3. وبعد كده كان عندنا رؤيه واضحه وصريحه ان في بعض الجابس اللي في الماركت اللي محدش مركز عليها بسبب حاجه من اتنين: يا ناس كتير حاولوا يخشوا يلعبوا فيها وما نجحتش، يا الناس كتير مقتنعة ان السوق ساتلد وستيبل ومستقر، فبالتالي ما حدش يخش في الماركت ده. حقيقة الامر احنا يعني كتيم بنحب نذاكر. احنا يعني عارف العيال الدحيحة زمان اللي كانت بتذاكر كتير دي، احنا حرفيا من العيال اللي بتحب تذاكر كتير قوي. وي بيليف ان داتا بيج تايم في المطاعم. عندنا مشكلة ان او من المزايا سوق في مصر بيني وبينك ان محدش بيذاكر. حلو. فبالتالي انت بس لو نص شاطر انت هتبقى فاهم اعور وسط عميان للاسف يعني. فالقصه ابتدت منين؟ ان احنا مسكنا ايه الجابس اللي موجوده في الماركت. وبعدين كان دايما انت عارف واحنا شباب لزاز جمال دايما بنبقى عايزين حاجه كرييتيف ما حدش فكر فيها ويا جماعه اصل عارف الجو اللي احنا يا باشا انا هعمل البرودكت ولا حاجه ابسط من كده يعني. الموضوع مش مستاهل يعني. فاهم؟ هو طبعا طول عمره الماركت عندك زي ما الناس كلها بتقرا وعارفه البلو اوشن فيرسز الريد اوشن. بس هو في الاخر في الحقيقه هو فكره الريد اوشن هل هو وحش؟ لا هو مش وحش. ده هو ده الماركت سايز الحقيقي. والبلو اوشن ساعات في القلائل اللي هنقول 1% ان بتكريت الماركت، وان الماركت يبقى ماركت كبير جدا. بس في الاخر
البلو الريد اوشن او السوق المزدحم اللي مليان الكلاسيكي هو سوق مرعب. فلما كنا بنتكلم عن الاكل، كنا بعد ما خلصنا مذاكرات مع الناس عملنا ماركت ريسيرش كبير جدا، بلس 3 4000 سيرفيز مع الناس وفوكس جروبس وشويه الحاجات اللي الناس بتقول عليها، بس ما كناش بنديها الايجنسي بصراحه، كنا بنعمل على نفسنا عشان ناخد داتا بجد. احنا مش عايزين نعمل كاننا بنذاكر، احنا محتاجين نذاكر بجد. فطلع ان في شويه كوزينز كده في مصر، منهم الشاورما المصري، منهم الفول والطعميه لحد دلوقتي، منهم الكبده والسجق مثلا من الماركتس اللي الناس سايباه وهي جاب مرعب وكل الناس لسه بتدور عليه، ولو سالت 100 واحد هتلاقي كل الناس ياكل كبده وسجق والماركت لسه فاضي وهكذا. فاخدنا استراتيجي كده واضحه وصريحه ان احنا عايزين ناخد كل اللوكال ايجيبشن براندز، واحنا مقتنعين لحد ما ان احنا عندنا شويه اكل حلو في مصر فشخ نوت بريزنتد للعالم بره. وكان تركيزنا على 3 حاجات اساسيين، واحد منهم الشاورما، وهنحكي القصه بالتفاصيل بما ده السؤال الاساسي. وكان معانا كباب وكفته، وده شغالين على حاجه خلصانه هتطلع فجاه للناس في السوق. وعندنا الحاجه الثالثه الكبده والسجق، والرابعه فكره الفول والطعميه. وعندنا هدف واضح وصريح ان احنا هنصدر الحاجات دي لبره مصر. يعني مصر ماركت مرعب وجميل ولذيذ وفوليوم، بس في الاخر ده ريل سكسس اللي خلينا نقول يا جماعه احنا نجحنا. ان احنا تلاقي البرودكتس دي منتشره، ومنتشر بالنسبه لنا مش معناها الصوره الحلوه اللي اخدها في نيويورك ولا الصوره الحلوه اخدها في دبي والله وفتحت البراند وبعد سنه تسال لا هو قفل واصحابنا يشيروا لنا الدنيا والناس كلها مبسوطه وكان ما تلاقوش. لا، هي الفكره ان انت تبقى فعلا متواجد، عندك ماركت شير في الماركت دي وتنتشر. مش هدفنا نروح نتارجت المصريين والمسلمين والعرب، لا يا باشا، انا عايز ابقى كوزين اكسبتد في العالم كله. يعني ايه كوزين؟ كوزين هو زي ما نقول مثلا لو احنا قاعدين 30 واحد قالوا عايزين ناكل ايه، تلاقي اللي يقول لك انا عايز اكل بيتزا، انا عايز اكل برجر، انا عايز اكل فول وطعميه، لا نفسي اكل كباب وكفته، لا نفسي اكل. هي فكره الكوزين هو العقل بيفكر ازاي في الحقيقه. لما تسال 30 بني ادم يا جماعه عايزين ناكل، اغلب الناس بتفكر بايه؟ باي كوزين. هو بيكريف ايه؟ بعد ما بيخش في فكره الكوزين بيبتدي يقرر، يعني انا هناكل برجر. طب احنا عايزين بقى برجر يا جماعه فاست فود وسريع زي ماكدونالدز ولا برجر كينج ولا هارديز، ولا عايزين برجر هاي اند، ولا عايزين برجر سماش الثن الرفيع ولا. بس هو حقيقه هو اكبر طريقه الانسان بيفكر فيها وبياكل هو الاول انا عايز اكل ايه. بنتفرج على ماتش شامبيون ليج، يا جماعه هنجيب بيتزا ولا هنجيب كشري ولا هنجيب. هو الناس بتفكر كده. تمام. ودايما انا بقول كلمه شهيره حتى ممكن نخش فيها في تفاصيلها بعدين، لو انت مش من الثلاثه توب مايند في دماغ الزبون في الكوزين، انت راجل مش موجود في السوق. حلو. بمعنى يا باشا اسال اي بني ادم، قول له يا باشا عايز تاكل برجر بسرعه، على طول يا باشا غير فاكر يقول لك ايه؟ ماكدونالدز، برجر كينج، هارديز. طب يا باشا عايز تاكل كشري، يقول لك التحرير، مش عارف سيد حنفي، مش عارف ابو طارق. طب يا باشا بيتزا امريكان، بيتزا هات وبابا جونز وبريموز. طب كباب وكفته محمدي منوفي. انت لو ما دخلتش في المايند سيت بتاعه الثلاثه الاساسيين اللي عند الزبون، انت راجل مش موجود في الماركت شير. وحقيقه ده مش في الاكل بس، في كل حاجه في الدنيا هتلاقيك كده. انت عايز تجيب موبايل نضيف غالي، هتجيب ايه؟ ابل او سامسونج الغالي، خلصت. عايز تجيب عربيه الماني غاليه، هتجيب ماليش في العربيه مرسيدس او بي ام دبليو، تالتهم اودي. خلصت. طب عايزين نجيب كوري، هيونداي او كومبيتيتور كيا، وتالتهم شونجا بونجا سونجا، دول اللي هم التالتين. عايز تجيب ياباني، هوندا، تويوتا، تالتهم متسوبيشي. عايز تجيب لابنك عشان هيغير وهو صغير بامبرز، مولفكس. عايز تشرب حاجه هو في الاخر هي فكره الكومبيتيشن كلها ان في ايه، كل الناس مشتته وعندهم 100 حاجه بيفكروا فيها. انت ازاي تكون في عقل الزبون اول ما بتخطر على بس كده خلصت اللعبه. انت لو وصلت للمرحله انت خلصت اللعبه. وده كان دايما تشالنج بنقوله للشباب واحنا بنبتدي. ايه الكي بي اي او اللي هو معايير النجاح اللي نحكم بيها ان كايزو بقى ماركت ليدر؟ حاجتين، ارقام يا باشا وسيل. سيبك بقى من الهمبكه والبوزيشننج باشا، هي الارقام بتتكلم. 1 سيلز، 2 ان لما يتسأل على اي جروب اكل مشهور او لو على فيسبوك او على كذا او على كذا والناس تسأل نفسي اكل شاورما مصري، انا عايز الاقي ان 70% من البني ادمين بيردوا يقول لك كايزو. ساعتها اقول انا نجحت. تمام. المهم فلما دخلنا ذاكرنا احنا مذاكر الماركت، لقينا الجابس دي، مسكنا شاورما المصري، لقينا ان مشكله شاورما مصر طول عمرها مسيطر عليها الليجندز اللي هم مين؟ ابو حيدر لو انت من سكان مصر الجديده ومدينه نصر، سمسمه لو انت من سكان الدقي والمهندسين وكده، ونعمه لو انت من سكان العجوزه وكده، وفي الصب وخلصت القصه.
والشباب بقى لهم 30 40 سنه ليجندز. مفيش حد بني ادم من مواليد الثمانينات التسعينات اواخر السبعينات هو مش متربي على حيدر ونعمه وسمسمه، على حسب اللي انت ساكن فين. تمام. اللي حصل ان من 2010 ل 2018 طلع كذا براند بيحاول يعمل شاورما مصري، وللاسف لم يكن هناك قبول على الاطلاق. تمام. فبيحصل ان الماركت الناس بتقول لك يا باشا هو الكوزين ده مقفول. فاهم؟ هو يا جماعه هو مقفول. لما بينجح يحصل زي ما حصل مع بعد كايزو. عارف هو الفكره معتمده يلا كلنا فرايد يلا تشيكن بالظبط كده. هو الماركت بيمشي ازاي؟ انت كل 5 ل7 سنين بتطلع ترند. كان الفرايد تشيكن ال5 6 7 سنين اللي فاتوا، دلوقتي هي الشاورما المصري، فطلع 14 كوبي كات. وحقيقه الامر الناس مثلا لما بتشوفني بتنمر على بعض الكومبيتيتورز يعني وكده، هي في الحقيقه هو احنا يا جماعه من دي 1 واحنا بنفتح كايزو عارفين يا واحنا باشا عارفين انت ده لو هيحصل. نجحت، اصل دي سنه كونيه. فاهم يا باشا؟ انت نجحت الطبيعي هتعمل ايه؟ حد هيجي يعمل لك كاب طبيعي يا باشا. هو يعني لو حد مش متخيل كده ومش مذاكر بقول عنده كابي مشكله. حتى في السيراميك. طبيعي، ده حقيقي. فاهم يعني؟ انت نمرت عليه فاهم. لا على فكره عارف لو حتى مقلد السيراميك كل حاجه واخد ايه باشا، ما تتفلسفش بقى. يعني فاهم يا باشا؟ انا بقلدك مش عيب، هو اصلا مش عيب. ما احنا في الاخر يعني واخدين الكوزين منين؟ من حيدر من حاجه موجوده في احنا بقى عملنا له كونسبشواليزيشن ان احنا عملناه شاورما مع حواوشي بنبيعه بالواحد والنص دسته والدسته. هي دي فكره البرودكتايزيشن. هي فكره ان انت زي عملت كونسبت من البرودكت. انما البرودكت شاورما مصري يا جماعه اللي كلنا بناكله، اللي فيه 100,000 براند، اللي منهم 3 ليجندز هم الماركت ليدرز، وانت بتبرودكتايز البرودكت. هي دي فكرته، كيف تصيغ البرودكت بتاعك. المهم، فلما ذاكرنا عملنا ماركت ريسيرش عظيم زي ما بقول لك. بعد ما ذاكرنا الجابس فين، بعد كده مسكنا فكره الشاورما. طب يا جماعه انتوا بتاكلوا شاورما فين؟ كان كل الناس يا حيدر يا نعمه يا سمسمه. طيب كان الموضوع بسيط جدا. هاو كان وي اتاك، احنا هنهاجم الثلاثه العظماء دول ازاي؟ فعملنا ريسيرش كبير جدا. اغلب الناس كانت ردودها في 3 4 حاجات فيري كومن. باشا اللقمه ال3 4 سم اللي قد كده، فانا بضرب على الاقل 7 8. ولو انت اكيل بجد هتاكل 10 12. فدي اول جاب كان موجود قدامنا. نمره 2، باشا انا باكل خل كتير فانا عندي مشكله مع اللحمه او الكواليتي بتاعت اللحمه، وده مقبول لان انت كنت تاخد سندوتش ب 15 جنيه. فطب انا برضو يبقى عندي مشكله مع الزبون. باشا انا عايز اكل حاجه نضيفه فشخ ب 30 جنيه. مش لوجيك يا جماعه باشا. لا الراجل اللي بيبيع اهبل، ولا انت في الحقيقه اهبل، ولا انت هتصيع ولا هو بيسيع. فعمر ما حد هيبيع منتج ب 1000 جنيه وهو مكلفه 50 جنيه، ولا عمر حد هيبيع منتج ب 10 جنيه وهو مكلفه 9 جنيه. في الاخر هو في افريج كوست هو شغال عليه. حتى انا لما اقول لاصحابي لما اقول لي احب اكل فين، اقول له باشا انا ما باكلش في اماكن رخيصه. ليه؟ لان يا باشا هو مش هبل، هو ما بيخسرش صح. فلو بيبيع لك برجر ب 50 جنيه هيبقى هو مكلفه كام؟ طبعا. بس خلاص الموضوع فاهم. مش محتاج تبقى ذكي قوي. 15 جنيه بالظبط حرفيا. بالظبط شكرا. فانت مش محتاج تبقى ذكي قوي عشان تدرك ان في مشكله او ما فيش مشكله. بس انت بتحاول تستنصح. بس انت بتحاول تستنصح على مين؟ على معدتك، على صحتك. الموضوع خلصان وبسيط. فاهم؟ فرجوعا، فكان اول مشكله فكره الساندوتش الصغير جدا. نمره 2 فكره ان باشا انا عندي مشكله الخل الكتير اللي بيحاول يغطي على طعم اللحمه او التوابل الكتير، فانا مش لاقي اللحمه. ونمره 3 كان باشا هو الساندوتش اصلا لو هو محطوط فيه 30 40 جرام شاورما، باشا انا بلاقي منهم 30 جرام خضار و10 جرام شاورما. بس فيري 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 ستاندرد ماركت ريسيرش معمول عادي خالص. عملنا بكلم متولي باشا بتاكل فين؟ باكل في حيدر. بتحبه؟ بحبه ومتربي عليه. مشاكلك ايه؟ 1 2 3. فاطمه مشاكلك ايه؟ ياسمين مشاكلك ايه؟ مايكل مشاكلك ايه؟ لقيت يا باشا ان 80% من الردود مكتملين على بوينتس، مكتوبين على 3 4 بوينتس دول. في بقى التاني بقى اصل الزحمه ومش عارف اقف وبعيد ومش في التجمع. تمام، بس في الاخر الماجوريتي فين؟ جاب واضح وصريح باتاكينج بوينت واضحه وصريحه. ومن احنا عاملين ايه؟ يعني مثلا عمر ما حد جه قال لي اصل الباكجينج مش عاجبني، اصل انا باخد الساندوتش في طبق فويل. انا بقى عملت براندنج وصرفت وكونسبت وبتاع، بس في الحقيقه مش عامله عشان الزبون هنا في مصر، عامله عشان لما اسافر. لان هنا في الحقيقه ما كانش ويكنس اصلا. يعني انا بروح لحد دلوقتي لو رحت روكسي اروح اكل في حيدر واخد الطبق الفوم اللي متلف بالاسترتش واكله على العربيه وما عنديش مشكله. انما الجاب فين؟ هم 3 نقط دول. فعملنا ايه؟ 1 هات لحمه نضيفه. هات لحمه نضيفه، موضوع سهل. اللحوم درجات يا جماعه. عندك لحمه هندي، عندك لحمه برازيلي، عندك لحمه جنوب افريقي، عندك لحمه بلدي. هي درجات. ده بكام ايامها؟ يعني ده يا باشا ب 50 جنيه الكيلو،
وده الكيلو ب 80 جنيه وده ب 90 جنيه وده ب 100 جنيه ايامها. الكلام ده على فكره مش بعيد، الكلام ده من سنتين تمام. اللي هو النهارده مثلا لو انت بتجيب الهندي هتجيبه ب 200 جنيه الكيلو، لو انت بتجيب مثلا البرازيلي هتجيبه ب 300 جنيه، لو انت بتجيب المحل البلدي هتجيبه ب 350، لو انت بتجيب جنوب افريقي هتجيبه ب 370. في الاخر انت يا باشا ايه، هي قدامك درجات وهتجرب وهتشوف وهكذا. فواحد جبنا لحمه نظيفه، موضوع بسيط جدا، ده كان نمره واحد. نمره اتنين الساندوتش يا جماعه ما يبقاش 4 سم، احنا هنجيب لقمه 7 سم، موضوع بسيط جدا. نمره ثلاثة باشا، انا لو الناس بتحط 30 40 جرام لحمه، انا باشا هحط الساندوتش مليان 80 جرام، منهم من 60 ل 65 جرام لحم والخضار مكملات. وده كان المين اتاك اللي احنا عملناه. حقيقه الامر احنا مش اي حاجه كبوينت اوف اتاك، هم دول 3 نقط احنا خدنا شويه نقاط الضعف اللي عندهم اللي موجوده. ليه؟ لان انت بس. خلي بالك برضه انت داخل تكمبيت مع اساطير تقيل. يعني خلي بالك انت برضه فكره لا اصل احنا اللي جامدين ودول كبار مش فاهمين حاجه، طموحات الشباب الصغيرين دي عندي فيها مشكله، فاهم؟ لا يا باشا انت لازم تبقى مدرك وضع الماركت. طبعا لازم تبقى مدرك ان ده راجل ليجند، يعني خلي بالك اهم من ان هو راجل ماركت ليدر، ليجند. يعني خلي بالك ايه، انا وانت لو قعدنا او اي حد بيسمع البودكاست ده، انا دايما اراهن الناس مراهنه لذيذه قوي، اقول له يا باشا انت عندك كام سنه؟ قول لي مثلا 35 سنه. قول له يا باشا انت يعني معانا في الحياه بقى لك 20 25 سنه، عد لي 30 براند من سنه 2000 لسه مكملين. انت هتخض مش هتعرف تجيب. يعني شيل المالتي ناشونال فرانشايز اللي هم ماكدونالدز وبرجر كينج وهارديز وكنتاكي وكده، اللي مصروف عليهم عشان يكملوا، تمام، واللي هم بقى مالتي ناشونال واللي هم فاتحين، عد يا باشا 30 لوكال براند بقى لهم 25 سنه. انت هتتخض مش هتعرف تجيب 30 براند. صح. ده ايه، انا بقول لك من كل الكوزينز، يعني انت مثلا عندك 25 كوزين، برجر وبيتزا وكباب وكفته وفول وطعميه ومش عارف، انت مش هتعرف تعد 30 براند. اللي هو في الطبيعي انت في كل كوزين على الاقل في 3 الليدرز اللي مكملين، 2 و3 تمام. فبالتالي انت مش بس بتكمبيت مع، لا انت بتكمبيت مع راجل عنده روتس، عنده جذور قويه جدا في الارض. في حاجه دايما بقولها للناس، كلمه مشهوره جدا، ان عشان براند ينهار محتاج نفس عدد السنين اللي اتبنى فيها عشان ينهار فيها. حاجه بيسموها حتى ده براند جارد، فاهم؟ انت مثلا بقالك ماكدونالدز 30 سنه في مصر، كل الناس بتشكر فيه، لما يحصل له اتاك، لما يحصل له مشكله، لما سعره يغلى والناس تاتاك وكده، مش هينهار يا باشا في 3 شهور، محتاج سنين عشان ما تلاقيهوش، فاهم؟ فهي نفس الفكره. فبالتالي عملنا الاتاك ده، دخلنا ظبطنا ال3 نقط دول الاساسيين، وبعد كده بقى بقيه الحاجات بعد كده اللي هو بقى طب يلا يا جماعه نتكلم في التيست، تعالى بقى نتكلم في البراندنج، تعالى نتكلم في الكونسبت، تعالى نتكلم في اللوكيشنز، تعالى نتكلم في المش عارف ايه. اكبر طبعا مشكله واجهتنا في الحياه كان البرايسنج. ان انت يا باشا لما بتكمبيت مع حد هو مفاهم الناس، انا ببالك سندوتش ب 15 جنيه حجمه قد كده، جودته قد كده وبتاع، وبعد كده تيجي تقول انا هبيع مثلا اول ما ابتدينا ب 22 جنيه. ايه يا ابني امبارح انت بتبيع ب 50% فيرسز الكومبيتيتورز، هيبقى صعب جدا تقعد تفهم الناس ايه الحاجات اللي جوه. اصل يا جماعه في فرق لحمه، اصل في فرق جوده، اصل في فرق اصلا حجم. يا باشا انا اسهل حاجه بقول للناس، بس انا بحاول عمري ما بوزيشن كده، انا اسهل حاجه اقوم عامل كامبين اقول للناس يا باشا ما تجيب ساندوتش كايزو واوزن، وهات ساندوتش فلان الفلاني واوزن، اسهل حاجه. ليه عمري ما عملت كده؟ لان انا مش عايز يبقى البوزيشننج بتاعي ان انا بديك حجم، لا يا باشا انا بديك جوده، ولو انت مش مدرك الجوده فانت مش زبوني، بحبك بس انت مش زبوني. عشان كده انا مثلا ما عنديش اي مشكله متولي يقول لي ايه باشا انا الريسبي بتاعتك مش عاجباني. اه يا باشا طبيعي، هو في اجماع على حاجه؟ مفيش اجماع يا باشا. انا مش طبيعي ان انت تيجي تقول لي خلطتك عجباني، اصل انا بحب خلطه التاني احسن، طبيعي. انما اول ما تيجي تقول لي اصل كواليتي اللحمه، لا ما اسمعكش اصلا، مش شايفك. ليه؟ لان انا عارف. فاما انت للاسف انا اسف جدا انت راجل ما بتفهمش، وهي حقيقه برضو في ناس بتخض ابو سمره وانت ليه بتعمل كده؟ يا جماعه ما انت اصلا لو راجل مش فاهم وضعك ومش فاهم وضع اللي قدامك، انت مش هتعرف تبني اي ولا تاخد اي خطوات ولا تبني استراتيجي. لما تبقى انت فاهم وفاهم منتجك. فمثلا ممكن يجي متولي يقول لي باشا انا مش عاجبني الشاورما بتاعتي عشان فيها طحينه كتير مثلا، حقك تيست يا جماعه، اسمعك وافكر. وبرضه حاجه دايما بنصح بيها ناس كتير، امتى تسمع وامتى ما تسمعش. فكره انت راجل مهزوز جالك واحد قال لك ايه ده انت عندك مشكله، الحق واحنا لازم باشا ما انت لو انت راجل باني كونسبت وباني البراند بجد وباني المنتج بقى بجد وعامل تيستنج وعامل، وهنتكلم فيها في الار ان دي لما نخش في المنطقه دي، لا هتبقى فاهم انت عندك ايه. بلس انا دلوقتي بيجي لي كل يوم 1000 زبون، جالي 50 شكوى من ال1000، باشا انت كام برسنت؟ انت باشا 95% الدنيا تمام، انت تمام. فدايما منصح الناس اللي بتبتدي حاجات باشا
خليك على سوليد جراوند. ازاي تبقى على سوليد جراوند؟ واحد، انت لو مذاكر وبذل مجهود وعامل حاجات، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تاخد رأي الناس، مش في حاجة اسمها برسنتج. طب ما انا بيجي لي ريفيو كل يوم، ريفيو وحش، هقلب الدنيا؟ لا يا باشا. ليه؟ ما انا قدامي في 3000 ريفيو حلو، مش الدنيا تمام. طول ما النسبة 5-10% انت تمام. عارف اسهل حاجة ايه؟ فودافون رقم 1 في العالم، اكبر شبكة. اخبار الشبكة معاك ايه؟ فيها مشاكل. وفي الاخر دي ارض مالتي ناشونال ليدنج كومباني مش عارف ايه. انت يا باشا بتروح ماكدونالدز مره تلاقي دبانه، كارثه صح؟ مشكله. بس يا باشا طبيعي، يا باشا بني ادمين وناس عايشه وناس فاهم. محدش عارف يكنترول على الحاجه 100%. بتجيب لابتوب ابل وفي مره لقيت جبت عربيه مرسيدس ولقيت الموتور محروق بعد 10000 كيلو. باش انت كام واحد من كام واحد؟ صح فاهم. فامتى تتحرك؟ لا يعني انا مثلا عدلت رسم الحوشي بعد ما فتحنا. ليه؟ لان اكتشفت ان الزبون المصري مش عاجبه فكره ان الحواوشي اغلبه لحمه. هو عايز لحمه وفاتس يعني، عشان الناس تفتكروا حاجه تانية. فلا، هو الزبون عايز الحواوشي اللي مدهن. فانا في الاول كنت ايه، لا اصل انا ظنيت ان المشكله ان الناس عشان عايزه توفر، فطبعا اللحمه اغلى من الفاتس. فلما انا ازود لحمه انا بخسر. بس لما نزل، لا باشا انا مش حاسس ان هو حواوشي. كان كل الناس يقول لي كومنت ايه، الحواوشي ابن الناس زياده عن اللزوم. يا باشا ما انا عامل ريسيرش ومذاكر ومش عارف ايه وكل حاجه. في الاخر لما لقيت ان كومنتس من كل 10 بيجي 5 يقول لي لا هو ابن ناس، بس مش ده الحواوشي اللي انا عايزه. انا عايز حواوشي بتاع الشارع. تمام. فاللي عملته ايه باشا، احنا البرسنتج مثلا كانت 80% لحمه 20% فاتس. قمت جايب الار ان دي تيم تاني بعد زوكا. يا جماعه انا عندي بجد مشكله. ليه؟ عشان 50% من الناس بيقول لك اللحمه نظيفه بس مش ده الحواوشي اللي انا نفسي فيه. حلو قوي. فقمت اعمل ايه؟ خدت اكشن. انما مثلا لو من كل 10 كان بيجي لي واحد متضايق، لا عادي باشا وده الحواوشي بتاعي وانا مبسوط، وحضرتك للاسف مش مناسبك الحواوشي بتاعي. مش عيب، فاهم. انما مش هغير الحواوشي عشان نسبه 5%. حلو قوي. تمام. فبالتالي قمنا عاملين ايه، قعدنا نشتغل. طب جرب يا ابني ال60، طب جرب ال50، لا اصل 50 جريسي قوي مدهن قوي، طب ال30 مش عارف ايه. وكنا بنعمل ايه، باتشات. وباتشات بقى على زباين احلى بكتير من اللي بنعمله في الار ان دي اللي بتكلم فيه. ان انا بعمل ايه، لا عايزك اعمل لي 200 رغيف 80-20، 200 رغيف 70-30، 200 رغيف 60-40 نسبه اللحمه فيرسز الفاتس، واخد فيدباك حقيقي. كنت ساعتها انا بنزل بنفسي مع بيت التيم بتاع الكاستمر اكسبيرينس. اي حد بينزل له حواوشي بعد اذنكم يا جماعه انزلوا خدوا فيدباك. وفي الاخر ارقام باشا، دول مبسوطين قد كذا، دول مبسوطين، دول مبسوطين. 10 ايام وصلنا للبتاع، قمنا عاملين ايه، ثبت يا باشا النسبه، انزل على كل الناس بنفس الرقم وشوف فيدباك يا جماعه لمده اسبوع. تمام. ما عدا ايه، لا ده بقى مدهن لما كنت بس خلاص ماشي كده الماجوريتي تمام ابروف. محدش قرب من الريسبي. انت بتمشي كل حاجه بالاناليسيس وبالار ارقام. انت عندك تيم متخصص في تطوير البرودكتس، وان هو يعمل لها تيست، وان هو يشوفها اصلا من قبل ما تنزل السوق. وده من ايام عيش وجبن. انا دي حقيقة. انا دايما بشوف اي حد حقيقة الامر يجي يسألني هو ليه الحمد لله اي حاجة عملناها ناجحة. يعني اولا بمنتهى الوضوح يا جماعه، بيورلي رزق من ربنا. يعني وده بقى مش دروشه ولا بتاع، لا انا راجل فاينانشال كونسلتنت وبعمل فيزيبيليتي ستاديز وبعمل، بس في الحقيقه هي بيور رزق من ربنا. انا دايما اقول للناس لما باجي اعرض عليهم بزنس بلان، اقول له يا باشا بص، انا ممكن ادي لك الكابكس ومحتاجين انفستمنت قد ايه عشان نفتح المحل، وممكن ادي لك الاوبكس انا عشان اشتغل كل شهر. هقول لك يا باشا ايجاري كام ومرتباتي كام وتكلفتي في الاكل كام ومش عارف ايه. الحاجه اللي عمري ما اعرف اقولها لك ايه، مبيعاتي كام، مستحيل. انما اقدر اقول لك ايه عشان انا بذاكر. بص يا باشا، هو الماركت سايز بتاع ده اكس. فمثلا سوق يا جماعه الفول والطعميه في مصر بيبيع في الشهر ب 400 مليون جنيه. الليدر بيبيع بكذا، الرانر اب بيبيع بكذا، رقم 3 بيبيع بكذا، والخمسه 6 اللي بعدين بيبيعوا متوسط بكذا. انما انا هعرف ابيع بكام؟ لا. وبعد كده اقول لك ايه، لو انت بقيت ليدر احنا نعرف نجيب الرقم ده. لو انت بقيت رانر اب هتعرف تبيع الرقم ده. لو انت بقيت رقم 3، لو انت فشلت خلاص يا باشا، فشلت قفلت خسرت فلوسك وهتروح. فهو الموضوع مبني على كده. فلما رجعنا فكره الار ان دي، احنا اللي بنعمله في الاغلب بعد طبعا كرم ربنا ورزقه وده بمنتهى الوضوح. لان مثلا احنا عندنا فرع تشيل اوت اللي كان درايف ثرو، ده كان اهم فرع عندنا مثلا. تمام. ومثله ما كانش باين للناس. يعني خلي بالك مثلا فرع بلاتس الطوابير والبتاع، فالناس حاسه ايه ده ونقر على قايزه وبتاع. فرع درايف ثرو كان مثله ايه، انت يا باشا بتخش تلف كده في دقيقه فيعمل اعلى فوليوم سيلز. يا ريت الضرب ما تكونش بتتفرج على الفيديو ده، وفي الاخر مش محسوس بيه. فيا باشا احنا جامدين صح ومكسرين الدنيا واجمل ناس في مصر، فجاه
المونوريل بيتعمل ايه؟ يقفل الطريق. 80% ديكلاين. فين بقى شطارتك وحلاوتك واجتهادك وكل ترجع في الاخر عارف تحس ان ربنا بيقول لك ايه؟ رزق ربنا. جرب كمان. هو رزق ربنا، تجيبها كده خد بقى بالاسباب واجتهد وتفشخ وذاكر واتعب، بس هو في الاخر لازم تبقى عارف ان هي في الاخر 99% بيور رزق ربنا. بقول لك الفرع كان مكسر الدنيا، فجاه قفلنا الطريق، قال لك شهر، الكلام ده من شهر يناير، بقى لنا 7 شهور، 80% ديكلاين. هتعمل ايه؟ ما هو محل ملوش اكسس، يعني اللي كان طالع من تجمع عرف يجيله، اللي جاي من مصر عرف يجيله، فجاه بقى الاكسس الوحيد تجيله من طريق السويس. كم بني ادم يجي من طريق السويس؟ كم بني ادم هيلف اللفه دي كلها؟ عمره ما هيلف، خلي بالك. يعني لحد ما التجمع عمره ما هيلف اللفه. انا نفسي ساعه ما اتقفل الطريق ما رحتش غير مره واحده، مستحيل. لازم بقى تروح تلف من عند طريق السويس او من الحي العاشر عشان تروح ترجع، مش واقع. تمام. فبعد ما قلنا ان هو رزق ربنا، انا بقول ان اهم تاني سبب هو الR&D. ليه بقى؟ لان انا هتجيبها لي كده، تقول لي فود بلوجرز، تقول لي ماركتنج، تقول لي ادفرتايزنج، تقول لي مش عارف ايه. انا عندي وجهة نظر واضحه وصريحه في سوق الاكل. منتجك هو الاساس، البرودكت هو الكور. كايزو لحد دلوقتي من يوم ما فتحنا بقى لنا 2.5 سنين ما كملناش $100 ادفرتايزنج على الفيسبوك. حلو. بيورلي ليه؟ احنا بس هو بقى الفكره يعني ايه R&D؟ هل ان انا ومتولي ونقعد في المطبخ اسبوعين زي ما شباب ما بتعمل وتقول لك انا عملت R&D؟ لا، هي ليها بروسس. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا رقم واحد اول حاجه لما نخش في كوزين، وخلينا ناخد مثال مثلا كايزو، وبعد كده لو حبيت نقول امثله تانية نقول احنا عملنا ايه. واحنا بنذاكر السيرفيز كل الناس اجمعت على ان بتاكل فين؟ يا حيدر يا نعم يا سمسمه. سيبك بقى انا وانت، يعني مثلا دلوقتي ايه، انا انسان عندي مشكله، اصل حيدر ما بقاش حلو، اصل مش عارف ما بقاش حلو. يا باشا فكك من رايك الشخصي، الزبون بياكل فين بس خلاص. المبيعات فين؟ طز في رايك انت، فاهم؟ فلان الناس كلها بتاكل، احنا هنعمل منتجين صح، شاورما وحواوشي. في السيرفيز كنا بنعمل حاجات ايه؟ لما نفسك تهف على شاورما وتروح فين؟ يا ابو حيدر ونعمه وسمسمه. طب ولما نفسك في حواوشي؟ الربيع والرفاعي. قمت انا عامل ايه؟ باشا دول البنش مارك بتوعنا. انا مش هنزل بالمنتج في السوق غير لما ابقى بعمل تيستنج بانل جاي فيها 20 و30 بني ادم، على الاقل 80% يختاروني سنه بقى. فانا بعمل ايه؟ اعمل الشاورما وامكس. وحاجه بقى مهمه جدا، اصحابك في الطبيعه بيطبلوا لك. يا الاصحاب في الحق نوعين، يا اللي بيطبلوا لك ابو سمر الله ينور ايه الحلاوه دي، يا اما اللي لما انت عزمته عشان يدوق، لا هو لازم يبقى فيلسوف. فحتى لو الاكل عاجبه، عارف لو بس زودت 2 جرام بتاع نعناع او قللت الطحينه 1 جرام، هو اصلا ولا عارف فيها طحينه ولا فيها نعناع، هو لازم يجود، فاهم؟ فبدنا نعمل ايه في الاخر؟ خلينا الR&D ليها بروسس. انا واحد بنقعد احنا كالتيم والبارتنرز، باشا احنا قاعدين في المطبخ بنقعد ندوق لحد ما احنا كتيم وبارتنرز نبقى مقتنعين المنتج ده حلو. تمام. ليه؟ لان انت في الاخر هتطلع حاجات زي الطين. يعني ايام وعيش وجبنه، انا فاكر مثلا احنا في الاخر طلعنا مثلا 6 اوملات اللي طلعوا في البتاع. احنا كنا عاملين حرفيا لما بقعد ابص دلوقتي على الشيت عاملين اكتر من 108 طبق عشان ننقي منهم 6. فاهم؟ بتجرب كل حاجه بقى. بيض بالمربى، طب لو بيض بالزفت، استغفر الله زي ما فاهم قصدي. انت مش جرب، ده R&D اسمه ريسيرش فانت بتجرب وبتفتي. طب هنجرب بيض بالجبنه الفيتا اليوناني مع النعناع، فاهم؟ وبرضه احنا بنذاكر بنعمل ايه برضه. ما في حدش انا بقول للناس جامب اون ا جاينت شولدر. يا باشا شوف الجامدين وقفوا فين، كنت انا اعمل ايه؟ كمل ورا. جزء من الريسيرش. هو مين اجمل بتاع فطار في العالم؟ هات يا باشا اي هوب، اكسبكتيشن، مش عارف مين في كندا. اكلم اصحابي اللي في بره، باشا انت في دبي لما تحب تفطر فين؟ يقول لي 1 2 3. باشا في كندا، في امريكا، في انجلترا. واعمل ايه؟ اخش اجيب المنيوهات بتاعت الناس دي واشوف الانجريدينتس، واقوم جايب التيم بعد اذنكم يا جماعه الى جانب اللي انتوا بتعملوه والفتي وان احنا نالف. باشا انا عايز اجرب الاطباق دي كلها. ليه؟ ما هو الراجل ده اكيد عنده R&D تيم وتوصل انه يختار الايتمز من المنيو. يا بس يا باشا يلا. فكنا بنعمل كده. فرجوعا لكايزو، فبينا نعمل ايه باشا؟ هو الشاورما بتاعت حيدر بتاخد ايه؟ طماطم وبابا غنوج ومش عارف ايه ومش عارف ايه. طب بتاع السمسمه بتاخد طحينه ومش عارف ايه. طب بتاعت مش عارف. طب يا جماعه احنا ايه الانجريدينتس بتاعتنا الاساسيه تبقى ايه؟ 1 2 3 4 5. بعد ما بنتفق عليها. ومن اهم الحاجات نوع اللحمه. ليه؟ انا دايما بقول للناس كلمه سهله قوي، ادي انبوت نضيف هتاخد ايه؟ اوتبوت نضيف. انما لما تدي له انبوت اصلا زي الطين، محتاج تجتهد قوي عشان تقنعه تاني عشان تخليه يبقى كويس.
ففي الاخر اللحمه تمام. انا عايز اقول لك ان مثلا من الحاجات، ونرجع تاني بتركيز، ان احنا مثلا بنستخدم الخل هاينز. فمره مثلا جه حد قال لك طب ما تجيبه، انا كده هتضرب صح، وادي فود مثلا. لا، عايز اقول لك الدنيا اتغيرت، مش شرط ان هاينز يبقى احلى من وادي فود، بس هو الاكل از كيميكال رياكشن. فلما غيرنا حاجه واحده بس الطعم اتغير تماما. فرجوعا لمرجوعنا، فكنا بنعمل ايه يا باشا؟ احنا اتفقنا ان احنا بنحط بقدونس ونعناع وطماطم وطحينه ومش عارف ايه. تمام. بعد ما كده اللحمه احنا هنشتغل بانجز جنوب افريقيا عشان اللحمه البلدي مليانه مشاكل، وعلى اللحمه الهندي ما جربناش بصراحه، لان انا بالنسبه لي غير قابل ان انا اجربها. واللحمه البرازيلي جربنا كل البراندز اللي فيها واخترنا اللي هم زي المرسيدس والمانيرفا، مع الانجس الجنوب افريقي، مع البلدي لما نلاقيه. بس طبعا البلدي هنا مثلا باخد 20 كيلو من العجل. ففي الحقيقه انت عندك مشكلتين، ان اسوأ لحمه اصلا في العالم للاسف في الحقيقه اللحمه البلدي. الا لو اللحمه البلدي اللي جايه منين؟ اصحابنا اللي بيربي فصيله معينه وبياكلها اكل معين، فبالتالي ما انا بدخل البقره برضو انبوت نظيف هتطلع لحمه نظيفه. انما البقر في مصر اغلبه مرمي فين؟ زرايب. بس كده. فهو بياكل ايه؟ فيديك لحمه عامله ازاي. ففكر بقى ماما وبابا اصل دي لحمه بلدي، يا معلم صباح الفل بقى، يعني نفهم مش عارف ايه الحقيقه. اللي جوه. طبعا. فاهم؟ يقول لك لا اصل انا ما اكلش لحمه، اصل هم ما بيذبحوش. يعني دوله بتصدر مثلا ب 10 مليار دولار، تفتكر ان هو فارق معاه ان هو لك بسم الله ويقطع لك ويذبح لك الذبيحه؟ مش موضوع يعني، اكيد يا جماعه الدنيا ديفلوبت عن كده. فاهم؟ بلاش فكر سنه 2000 ده، اصل هي الناس بتخدعنا ومش هتذبح. ماشي يا راجل، بس اكيد يا باشا عايزك هذبحه لك، عايز اقتله لك اقتله لك، عايز. ماشي انا فاهم. وفي رقابات شرعيه وكده. تمام. فرجوعا فاختار نوع اللحمه ان احنا رقم واحد عندنا هو الانجس الجنوب افريقي، رقم 2 عندنا برازيلي نوع معين، رقم 3 هو البلدي اللي من اصحابنا اللي مع بعض المزارع المعينه. فول صب. احنا في كل خامه عندنا بنحط حاجه اسمها اي بي ال. هم 3 انواع معتمدين. انا بدخل رقم واحد خلي هاينز. طب لو حصل كارثه لازم يبقى في بديل. انما لو مفيش كارثه ممنوع اي حد في الشركه يتجاوز البراند الاولاني، لازم يلتزم بالحاجه. المهم، فكنا بنعمل ايه بقى كبروسيس ار ان دي؟ واحد، احنا لقينا ان الدنيا عجبانا احنا. باشا انا عايز بانل. لما تجيب بقى بانل، نصيحتي للناس، واحد، الناس 3 انواع لو افترضنا، في الفود بلوجرز، وفي الناس اللي عامله انها بتفهم في الاكل او بتفهم في الاكل بجد، يعني خلينا نتفق لا، في ناس بتفهم في الاكل، وفي الناس العاديه. الشعب المصري كله مين؟ الناس العاديه. بس كده. يبقى انت محتاج المنتج يجي عاجب مين في الحقيقه؟ اللي هياكله في الاخر اصلا، مش اللي شكرا. هيزوق. اللي هم 98% من البني ادمين. انما في الحقيقه انت لما تقعد تبني على الراجل اللي بيتيست ويعمل لك كده ويقول لك عارف لو زودت الكمون، مش هو مش ده الزبون اصلا. مش انت شعب بياكل شيبسي، الزبون عايز طعمه حلو. فاهم؟ ففي الحقيقه كنت انا بقسم التيمز، بعمل انا عايز الناس بتوع التيست بودز عشان يدوني فيدباك معين، الكمون زياده، قلل ايه في التوابل، اعمل مش عارف ايه. فدول ليهم هدف. والفود بلوجرز ليهم هدف ان هو برضه في الاخر يلاقي راجل لافف على الناس. انا مش عاوز يعمل لي اعلانات، انا عايزه بس لما بيعزمني عشان احنا اصحاب، يا باشا انت لافف على كل الناس، فبعد اذنك تعالى دوق وقول لي اخبارنا ايه في الماركت. ورقم 3 البني ادمين العاديين خالص، اخويا واخوك وامي وابوك واصحابنا تمام. ولما كنا بنجيب الناس بنتعمد حاجه مهمه جدا. باشا انت مش جاي تقول لي رايك. لما بنيجي ناخد قرار بجد، انا هعمل بانل تيستنج بجد، انا هغمي عينيك واعمل ايه؟ هجيب لك واحد من حيدر، واحد من نعمه، واحد من سمسم، واختار انت بقى، وواحد من قيسو. باشا ودوق. قعدنا بقى طبعا 8 شهور لحد ما حصل ايه؟ ان الناس اجمعت على قيسو. ما اجمعتش 80%. حلو. انا باشا عايز 8 من كل تيستنج بانل من ال10 اللي يجوا حاجه مهمه جدا. كنا بنخلي الناس ممنوع حد يتكلم. ليه؟ لان الناس بتاثر على بعض. باشا ورقه وقلم واكتب. بس تمام. فكل حاجه عملنا كده. واحنا شغالين على رؤى مثلا في الفول والطعميه، مين يا باشا اللي كومبيتيتورز؟ زوبا وطبالي. هات يا باشا زوبا وطبالي وبشندي. باشا انا مش هنزل كذا غير لما كذا. بنعمل مش عارف ايه كباب وكفته، مين يا باشا رقم 1 و2 و3 الماركت ليدر؟ هاتهم يا باشا. انا مش هنزل غير لما ابقى كذا. عيش وجبنه، مين اللي كانوا جايبين في الفطار في مصر؟ قهوه وبولو واوفيو. باشا انا مش هنزل غير لما الناس الكواليتي بتاعتها، لما تختار. فاهم؟ فده كان الكور. فكنا بنعمل. فانا نصيحتي المهمه جدا، بعد اذنك لو قررت تتبع فكره الار ان دي، اصحابك هيطبلوا لك سيبك منهم، اصحابك الفلاسفه سيبك منهم، اعمل للناس غمي عينيك. فانت مثلا بتعمل شاورما مصري النهارده، هات يا باشا قايزو ونعمه وحيدر وسمسمه، وحط يا باشا الحاجات. لما الناس تختار منتجك انزل. بتعمل بيتزا، هات يا باشا بيتزا وبابا جونز ودومينوز وبريموز. لما الناس تختارك
انزل. مم. بتعمل برجر سريع فاست فود، هات ماكدونالدز وبرجر كينج وهارديز. لما الناس تختارك انزل، موضوع بسيط. مم. انا اي بليف ان ده الكور، الهدف منه من الار ان دي هي فكره ان الناس لما فعلا تدوق يبقوا مبسوطين. طب هل معنى كده بعد كل الموجود ده يا ابو سمر ان عمر حد مش هيتبسط عندك؟ لا مش هيحصل، الناس مش مم. هتتبسط. ليه؟ لان لن يجمع البني ادمين على منتج. انما في الاخر حاجه مهمه جدا. طب انا مش وقت اقول لك انا ما بسمعش للناس قوي غير لو في كومبلينس كتيره. ليه؟ فكره برضو ان انت عارف عندك ايه. ونمره اتنين، طب لما يحصل مشكله لازم تبقى انت عندك راجل حاجه اسمها روت كوز. هو يا باشا هو الشكوى منين؟ طب ما انت راجل عندك شيف على الارض اللي يعني واقف على الصينيه، لو زود الطحينه وبوظ لك الريسبي. مم. فممكن في مره متولي كلمنا يا باشا انا خدت الساندوتش والنهارده كان مصيص قوي ومليان طحينه. غلطه. مم. ليه يا باشا؟ هو مش احنا مش ناس كامله، ففي حاجه اسمها اوبريشن. بس اهم حاجه بقى انت تبقى فاهم هي الغلطه جايه منين. هي الغلطه اوبريشنال ايرور، فخلاص هشوف المشاكل على اللاين، امرن الناس اكتر، اعمل مش عارف ايه. دي لو اوبريشن ايرور. لا المشكله في الريسبي لما ما بتعجبش كل الناس. يبقى لا يا باشا انت مش محتاج تكلم الناس اللي على اللاين، الراجل على اللاين ده بيسوي البرجر. مم. انت محتاج تكلم الناس اللي عملت البتاع. الريسبي من الاول. بالظبط كده. او مشكله كوكينج ايرور، الراجل اللي هو بيسوي الحواوشي حرقه سوا زياده. وما عندوش ضمير وقام مطلعه المتولي. مهما الريسبي حلوه ومهما اللحمه حلوه جالك عيش محروق اسود، مش انا في الاخر انت في هو الاخر مش دي تمام. ما بالظبط هي مشكله الزبون ان الراجل اللي عندي ما كانش عنده ضمير مم. فقام مطلعه بدل ما يلبسه مثلا. ففي الاخر انا غلطان، بس في الاخر عارف ان الغلطه ايه؟ ان الرغيف محروق. مم. فمش هعمل بوليك، هروح اكلم الراجل ده، هجازيه، هعلمه، هحاسبه. بس يا باشا ان الريسيبي تمام واللقمه تمام واللحمه المفرومه بتاعت الحوشي تمام، يبقى انت تمام. فن- مشكلتك في اللي حرق الرغيف. انت واثق في البرودكت 100% وبتبص دايما على مليون في الفاليو المية. بتاعته. مليون في المية. وجودة المنتجات كلها اللي انت بتستخدمها في البرودكت بتاعك طالما هي ساتسفايد بالنسبة لك انت دوس براحتك. 100%. اصل في الاخر وانا بقول كلمه مشهوره الناس زعلت قوي من الكلمه دي، لا هو اللحمه يا جماعه اللي احنا بنجيبها انضف من اللحمه اللي بنجيبها في بيتك بجد. فاهم يعني؟ غير لو انت بتجيب من جورميه يعني ولا فاهم. انما هو طبيعي انا حتى في بيتي بنجيب لحمه بلدي، بطلنا شويه بسبب قلقنا من اللحمه البلدي غير من المجازر المعينه. مم. فبروح اجيب من سعودي عشان عارف هو بيعمل ايه في العجل ومش عارف. انما في الحقيقه لا يا باشا، هو انا في الاخر عارف ان اللحمه عندي احسن من اللحمه اللي في بيتك. مم. فانت باشا تعالى قول لي مش عاجبني السندوتش بتاعك على راسي، اوكي. انا مش عاجبني اللحمه سامحني ما تفهمش. مش عاجبني. طيب انت بتعتمد، يعني اللي انا شفته في الجيرني بتاعت كايزو ان انت بتعتمد على اليو جي سي او اراء الناس اكتر في ان هم يماركتوا اساسا للبرودكت. حقيقه صلاح اعمل باي باي صلاح. صلاح شريك صلاح والله العظيم، والله ده عظيم. اكتر واحد بيعمل صلاح ورد في خليل. مصر والله العظيم. اكتر من انا شخصيا. الناس بتقدم فيدباك كبير قوي لكايزو، ده فدي بوينت اساسيه ان انت بتعتمد فيها في الماركت. حقيقة. عشان كده بيور انت لي ما word of رحتش. mouth. حلو، انت ما رحتش الماركتنج خالص. خالص. هتروح امتى مثلا؟ او ايه السبب اللي هيخليك تروح رغم ان كايزو محققه مبيعات كبيره وفي نفس الوقت بقت ماركت ليدر؟ فخلاص. سؤال مهم جدا. بص حقيقة الامر لحد دلوقتي الحمد لله الكفرج بتاعك مخليك مش محتاج تعمل ولا مليون ماركتنج، والورد اوف ماوس الدنيا زي الفل. دايما السؤال ده بساله من المانجمنت تيم. ابو سمره طب خلي بالك برضو انت حرك كراجل الدنيا. لا مش بس حرك الدنيا، خلي بالك في بعض الاحيان للاسف وانت راجل ماركتير انت بتحب تحس بالبراند بتاعك حتى لو انت مش محتاج. انت عايز تشوف بيل بورد على كوبري اكتوبر عشان انا اللي كاتب. الحقيقه خلي بالك، او انت حتى انا صاحب البراند اللي عامل يعني خلي بالك. وفي بعض الاحيان انا بقول للناس انت ممكن تعمل كامبين عشان الموظفين نفسهم يبقوا مبسوطين. بس رجوعا للامر امتى احتاج اعمل كده بيني وبينك؟ في بعض الاحيان احتاج ابتدي افرق قوي في البوزيشننج ما بيني وما بين بيت المنافسين. بس اعمل فيديوهات ايه ممكن تبقى اديوكيتيف للزبون. باشا بعد اذنك افهم يعني ايه اللحمه دي، تعالى يا باشا كده جرب، واجيب له فيديو من المصنع وازاي التشريح وازاي مش عارف ايه وازاي مش عارف ايه. انما ماركتنج فور ذا سيك اوف ماركتنج حقيقه الامر حاليا مش ناوي. اوكي. امتى انوي؟ لما اخلص مثلا 10 فروع وبيحصل حاجه اسمها كانيبلايزيشن ان الفلوس بقت مقسمه على الفروع كلها، فبقى عندي جابس في بعض الفروع. لا باشا تعالى ناتاك شويه وناخد شويه فلوس زياده. انما طول ما هي خلي بالك في بعض الاحيان يعني تعالى زي برضو فكره المذاكره، اسال 100 واحد او اسال الناس اللي قاعده دي. انت باشا لما بتلاقي براند 10 بلوجرز راحوا عملوا له كامبين بتروح له بيخافوا منه. سربرايزنج الناس بتتخض. حقيقه الامر في بعض الناس بعيدا عن العنصريه ان سيجمنت سي ودي بيمشي ورا الفود بلوجرز، بس في الاخر دول مش التارجت سيجمنت بتاعي.
على راسي، بس هو مش السيجمنت بتاعي. فانا عايز السيجمنت مين؟ اللي هم شبهنا، اللي هم احنا، مم. الاي والبي، البني ادمين الطبيعيين اللي عند خلاص، اللي شغالين ومجتهدين وبتاع. الناس دي يا باشا في الحقيقه اسال اي حد منهم، هل انت بتروح تجري ورا براند لما تلاقي 10 فود بلوجر؟ انما هتجري امتى؟ لو متولي كلم ابو سمره نفسي اكل شاورما حلوه، اكل منين؟ فلان فلاني. مم. هتروح صاحبك اللي انت عارفه. فبالتالي انا اصلا في الحقيقه اجينست فكره الفود بلوجنج اللي مبالغ فيه لبراند. انما مم. ممكن تعمل ايه؟ ان كل شهر شهرين يجي لك فود بلوجر مثلا، تعمل ريفرشمنت، ما عنديش مشكله. انما حقيقه الامر يا جماعه، الناس بتخاف من البراندز اللي بيعملوا لها فود بلوجنج، الا البراندات الرخيصه مم. اللي هي بتارجت عامة شعب قوي، اللي هو بالنسبه له ايه الحق ده فلان، وجنزي طبعا مم. شويه. في الوقت الحالي في مطاعم كتير قوي بتقفل. هل فكره المطاعم دي اصلا في الوقت يعني هل هي شغاله بنفس السيستم ان هي عندها تيم R&D ولا يلا اللوكيشن ده حلو يلا مطاعم. يلا بينا نفتح؟ بص لان خلينا في كميه، مش هقول لك اماكن جامده طبعا او مطاعم ليها اسمها طبعا بدات تجيب ورا قوي طبعا وتقفل. حصل. ليه اساسا ده بيحصل في الماركت؟ احنا عارفين الظروف الاقتصاديه بسم الله ما شاء الله يعني يس عسل يس جامده يس لطيفه. حقيقة بس كده عشان حقيقة ايه؟ ما تسجنش. حقيقة ايه فرغم الظروف الاقتصاديه في ناس لسه مكمله وقادره ان هي تسيطر على الماركت اكتر ولاقيه يس فرص اكبر. يس. في ناس لا هي خلاص. طيب الموضوع ده بيني وبينك لازم نتكلم فيه مم. بعمق الصراحة، لأن هو الموضوع ما ينفعش بقى قشرة خارجية كده مم. خالص. طيب هي المشكلة فين يا جماعة؟ طيب خلينا الأول نتفق على حاجة قديمة قبل آخر سنتين اللي حصلوا في مصر وفي العالم كله. الأول هو البراندز الاف ام بي، هل هو يا جماعة زي ما احنا قاعدين على القهوة يا عم ده الأكل ما بيخسرش، مم. يا عم دي أسهل حاجة في الدنيا المطاعم، يا عم هو الشعب ده بيبطل أكل؟ يا جماعة هذه الجملة خاطئة بيج تايم، بيج تايم. ليه؟ لان انا زي ما بقول لك، فاكر من اول الحلقه لما قلت لك تعالى نعد مم. مين 30 اللي كمل؟ براند كسر 25 سنه، مش هتلاقي. مم. طيب الستاتستكس بقى بره، احنا ما عندناش ستاتستكس في مصر طبعا انت فاهم، بس لما تجيب امريكا، لما تجيب الارقام اللي في السعوديه، نجيب ان 80% من المطاعم اللي بتفتح بتقفل. بتقفل. بتقفل مم. 80%. تمام. فبالتالي انت اصلا لازم تبقى مدرك، وانت اصلا لما تركز بعد كده يعني الاول تاخد الرقم فهتتخض يا ابو سمره. نرجع تاني للمقولة يا باشا، عدلي كام براند بيكمل. بس هو المشكلة الناس بتشوف ايه؟ مم. بتشوف الاتنين تلاتة اللي بيسمعوا، وما بتشوفش ال 10,000 اللي بيقفلوا. ليه؟ الناس بتموت في صمت. مش انا قفلت هقعد اشرر لنفسي ان انا قفلت؟ مم. يعني عيش وجبنه وانا بقفله مثلا، هل انا حتى لا انا يا باشا راجل دخلت قلت يا جماعه احنا بنقفل عيش. بس في الطبيعه كل الناس اللي بتقفل مم. احنا عندنا مشاكل، احنا مش عارف بيقفل يا ايه. باشا، ما بيقولش مم. اصلا مم. خلاص بنفك اهو بالسوق مم. قفلنا. فنرجع للاصل، ان اصلا صناعه المطاعم هي من اصعب الصناعات اللي في الدنيا. 80% من المطاعم اللي بتقفل، ده اصلا بعيدا عن هذه الظروف الاقتصاديه الاول. تمام. نمره اتنين، زي ما احنا قلنا، هم المطاعم اللي ساحره للناس هي ترجع نفس فكره الليدر ورانر اب. مم. هم ماكدونالدز وهارديز، هم بابا جونز وبيتزا هات، هم كريف وسيزلر، هم مش عارف مين ومين، هم كايزو وسمسمة وحيدر، هم المحمدي والمنوفي ومش عارف الكبابجي. في الاخر في كل كوزين، في كل كذا واحد بيكمل بقى هم واحد اتنين اللي بيعمل، بتفلتر. واللي بيعملوا فلوس بجد. مم. في الفرايد تشيكن فتح 67 متولي فرايد تشيكن وسمرة فرايد تشيكن، وفي الاخر يا باشا هم اللي هيكملوا. ليه؟ عارف فكرة السنة الكونية؟ مم. هي من السنن الكونية في اي صناعة. اي صناعة حاجة بيسموها ده لو لادر، لو فاهم اللادر لو، ان يا باشا هو سلم، هيتبقى دايما اتنين هم دول اللي بيعملوا فلوس بجد 80% ماركت شير، واحد تالت بيحاول يعافر معاهم، والباقي بيتسلم. فبالتالي حضرتك وانت داخل اي كوزين، لا انت محتاج تحارب وتعافر عشان تبقى من التلاتة دول موجودين. لو انت مش فاهم الفكرة دي هيبقى عندك دايما مشكلة. فبالتالي نرجع للحاجة الأولانية، ان يس الأصل ان 80% من المطاعم بتقفل، فدي رقم واحد. طيب اللي حصل بقى آخر سنتين هو ليه ابتدت أسماء كبيرة أصلا تقفل؟ مم. طيب حاجة بقى لازم يبقى فيها وعي مجتمعي، عشان دي فيها كارثة في مصر. أسوأ صناعة فيها مارجنز في مصر هو الأكل. ليه؟ احنا بنشتري خاماتنا بإيه؟ كلنا بالدولار، مم. وبتبيع بإيه؟ بالمصري. فدايما عندك كلمة مشهورة الناس تقولها لك،
لما تقول للناس يا جماعه لا اصل احنا بنقبض بالمصري. ايوه يا باشا انت بتقبض بالمصري. انا بدفع بالدولار. البرشيسنج باور بتاعك بالمصري حقيقه، بس في الحقيقه م. دونا عن اي دوله تانية م. احنا بنشتري الخامات بالدولار وبندفع وبنبيع بالمصري، فبالتالي حضرتك وبترجع تشتريها تاني بالدولار. بالدولار. هو يا باشا انت لما بتجيب لحمه هي متسعره بالدولار، م. وخلي بالك حتى اللحمه البلدي هي متسعره بالدولار. م. تمام. فبالتالي هو حقيقه الامر حضرتك بتشتري كل خاماتك، اغلب الخامات مستورده عشان ما نشغلش نفسنا. طيب فانت لازم تحترم. انما انا مثلا اقول للناس مثال مشهور جدا، الناس يقول لك اصل ماكدونالدز غالي فشخ. تمام يا باشا، كل الناس اللي بتسمع البودكاست اغلبهم سافروا صح؟ اخرهم يعني سافروا السعوديه على الاقل عملوا عمره، سافروا لبنان عشان رخيصه، سافروا. باشا ايه رايك تمسك سعر ماكدونالدز في مصر فيرسس سعر ماكدونالدز في اي دوله في العالم، او الكابتشينو بتاع ستاربكس، امسك يا باشا سعره في مصر امسك سعره في اي حته في العالم. فبالتالي هتلاقي انت ماكدونالدز لو انت في امريكا هتجيب الكومبو بكام؟ متوسط مثلا $7. م. لو انت في دبي 35 درهم، لو انت في السعوديه 35 ريال. ده بكام؟ طيب في مصر بعد ما ماكدونالدز غلى ال 50% التانية بعد ال 50% الاولانيه، البيج ماك كومبو بكام مثلا؟ $100. 100 جنيه قصدي، سوري. اكتر. لا البيج ماك حاجة ارخص واحده، مش م. الماكرو هتلاقيه م. 180 200. بيج ماك 120 جنيه، م. $3 يا جماعه. 150 جنيه لو احنا مش فاكرين الرقم قوي، اقل من $4 يا جماعه. لا اصل انا هناك بقبض بالدولار يا حبيبي، هو بيجيب الخامات بايه في الاخر؟ فاهم. فاهم. فهو في الحقيقه بقت اكبر مشكله في الماركت المصري بقى كمان اخر سنه. يعني انا مثلا اقول لك حاجه لذيذه قوي وهتكلم في حاجه مهمه قوي. انا ابتديت كنت ببيع الشاورما الكلام ده من سنتين ونص ب 22 جنيه. م. الدولار كان بكام؟ 16. بالظبط 15 و60 قرش. م. كيلو اللحمه البلدي كان بكام؟ 70 تقريبا حاجه كده. 95 جنيه. م. تمام. طيب النهارده شهر 7 2023، تمام، انا ببيع سندوتش شاورما بكام؟ 36 39 جنيه. 39. طيب انا من 22 بلاش هنقول من 20 ل 39 انا زودت كام؟ 100%. م. صح؟ طيب اللحمه كانت بكام؟ 95، هنقول ب 100 جنيه. اللحمه النهارده هيمشي اللحمه بكام؟ ب 400 جنيه. م. 400%. طب هو اللي في النص ده راح فين؟ حاجه من اتنين، م. هم 3 خطط. يا انا ابن 60 كلب وما عنديش ضمير واجيب لك لحمه منتهى الصلاحيه او لحم حمير، م. يا ابزورب المارجن ده كله من عندي الفرق ده كله، يا نمره 3 اصغر ساندوتش جدا. هي الاستراتيجي، عارف زي مثلا بيبسي وكوك عملوا ايه؟ برضه نمسك حاجه زي دول. من سنتين ونص كانت الكنز ب 4 جنيه ونص، النهارده الكنز بكام؟ ب 8 جنيه. فهي زادت 100%. بس كمان محدش واخد باله منه ايه؟ الكنز كانت 330 مللي بقت 300 مللي. فهو عمل ايه؟ هو صغر. الشيبسي كان بيتحط فيه مش عارف كام جرام بقى كام جرام. ليه؟ هو جزء من ان هو مش عايز يحافظ بيحافظ على ان انت مش قادر تدفع اكتر من كده. فبالتالي انا بقول ان اسوأ مارجن في الدنيا ليا مثلا في كايزو هي مصر. انا هضحكك على ارقام لما تركز معايا. يعني انا دلوقتي خلاص هنفتح اخر السنه سعوديه دبي وامريكا ما شاء الله. تمام. السعوديه انا وانا داخل احرق في السوق وبقى بفشخ في الماركت وداخل بفيري كومبetitive برايس في الاول، هبيع الساندوتش بكام؟ من 10 ل 12 درهم. ريال سلاش ريال، يعني دول كام دولار؟ الساندوتش ب $4. بيبيعوا بكام في مصر؟ $1. شكرا. بس بجيب اللحمه بكام؟ ما انا بجيب نفس نوع اللحمه. انا بجيب الانجس الجنوب افريقي فور اكزامبل، بجيب الطن مثلا فور اكزامبل بحوالي 7000 وشويه دولار. قول $7500، قول يعني الكيلو ب$7.5. السعوديه والامارات هو بيقف عليها ارخص، ممكن يقف عليها ب 6.6 وانا بيقف عليها ب$7.5. هناك ببيعه بكام؟ $4. وانا ببيعه بكام؟ بقى من $. فانت بتخيل فرق المارجن. فاللي حصل بقى مؤخرا ايه؟ بلاش بورصه الفراخ. بورصه الفراخ حرفيا من سنه كانت بتتراوح في مصر من 23 جنيه ل 28 جنيه. بعد كده بتضرب بقى في الفاكتور اللي هو انا بضرب في جهاز عشان اعرف سعر الكيلو وكده. دي كانت البورصه. النهارده البورصه بتتراوح من كام؟ من 75 ل 85 جنيه. دول 3 اكس. انا كنت ببيع الفراخ ب 18 جنيه النهارده ببيع ب 36 جنيه. يا جماعه انا زودت 100% بس، والسوق زود عليا 300% و400% على حسب المنتج عامل ازاي. فاللي حصل ايه؟ اي ابزورب المارجن. ده انت بتشيله من الربح بتاعك. شيله من الربح بتاع بيور. فبالتالي حاجه بقى مهمه عشان جدا. انت مش عارف تزود اكتر، يعني تزود عشان عارف في الpricing. حاجه بيسموه سيلينج برايس. يعني ايه سيلينج برايس؟ دايما الناس بالسعر بيبقى عندهم مشكله في فكره التسعير، او برضو
اي واحد دارس ماركتنج 101 ذاكر يا باشا، وانت لما تيجي تسعر تعمل ايه. في حاجه بيسموها سيلينج برايس، وفي حاجه بيسموها بوتtom برايس او جراوند برايس. السيلينج برايس زي ان بعد الرقم ده مش انا مش هدفع، انا سيجمنت ايه، سيجمنت ايه بلس، انا مش هدفع. فمثال المرسيدس السي 180 حلم اغلب الشباب اللي كان سننا مثلا واحنا صغيرين، طول عمرك قابل انك تدفع في المرسيدس دي المليون جنيه ولا مليون وربع، صح؟ ونفسك فيها، وهجتهد وهحوش وهبقى راجل جامد جدا وهسحل نفسي في الشغل وهشتغل 24 ساعه لو انت عايز تجيبها. لو انت النهارده قادر هتدفع في المرسيدس 4 مليون جنيه، هي عدت السيلينج، عدت حاجه بيسموها البرسبشن بتاع انا مش قابل، فاهم؟ انا مش نفسي قابل التسعير بتاعها انا مش نهائي. قابل التسعير. فانا في كايزو قمت جايب اول لما حصل الكلام ده، قمت جايب قلت لهم يا جماعه، قمت جايب البارتنرز قلت لهم بصوا يا جماعه الموضوع سهل وبسيط، ادي الكوز بتاعنا عمل كده، الساندوتش بتاعنا سعره عالي كده، فعندكم حل من الاثنين يا جماعه. ليه؟ لان خلي بالك عدم المفهوميه تضر. فلما معاك شركاء، وخلي بالك بقى عدم المفهوميه الغير مطابق الغير مصاحب بتنفيذ على الارض اضر. يعني متولي شريكي، جيت قعدت معاك، بص يا متولي دلوقتي حصل ان اللحمه كانت ب 100 جنيه بقت ب 400، فانا في الطبيعه الساندوتش اللي كان ب 20 جنيه يبقى ب 80 جنيه. لو سالنا حد من الشباب اللي قاعده دي هتاكل ساندوتش كايزو ب 80 جنيه، يبقى هنقفل. تمام؟ مش هنعمل كده. طب الحل ايه يا ابو سمره؟ طب هنقلل المارجن، هنقلله كام؟ بص يا جماعه الفير برايس اللي يبقى راضينا بدل ما يبقى الفود كوست 40% مثلا هنخليه يبقى 60%. هيبقى الساندوتش ب 55 جنيه، هتدفع؟ لا مش هدفع. وكنت بعمل ايه طبعا؟ بقوم عامل سيرفيس. طب يا جماعه السعر المقبول فين؟ احنا اخرنا يا جماعه 40 جنيه. طب يا جماعه 40 جنيه دي هتفشخنا، هيبقى الفود كوست 80%. طب ابو سمر هنعمل ايه؟ قلت لهم عندكم حل من اتنين، يا لا طب احنا هنبيع ب 50 جنيه بس بعد كده كازو يبقى بتاع صفوه الشعب، واحنا مش عايزين كازو يبقى صفوه الشعب. احنا عندنا براند ثانيه بنعملها خلصانه في الدرجه برضه هي بتاع صفوه الشعب. اه يا باشا انا هدفعك كتير قوي وهاخد منك حقي زي ما انا عايز. ليه؟ لان انا مش مستني منها انها تبيع لي غير مثلا بمليون جنيه في الشهر. انا مش مستني انها تبيع لي ب 100 مليون جنيه في الشهر. فانا بستهدف فئه معينه، جن زي، الشباب اللي هفتح في درايف، في ووتر واي، في اركان، وخلص الموضوع على كده وتمام. انما كايزو في الحقيقه اهو بيتارجت الاي كلاس، بس لو انت راجل بي هتيجي كايزو هتيجي عادي. تاكل عادي. ولو انت سي بلس خلي بالك هتيجي كايزو عادي، بس مش هتيجي كتير. ليه؟ عشان انت اغلى من الكومبيتيتورز، بس في الاخر ايه؟ هتبقى خروجه حلوه عشان في اكسبيرينس وقعده حلوه وبتاع. فانت جايب الناس قلت لهم بصوا يا جماعه انتوا عندكم حل من اتنين، يا نرضى بان المارجن هيبقى وحش قوي، وبالتالي هناخد استراتيجيه واضحه وصريحه. مصر مش بلد هنعمل منها فلوس، مصر هنعمل منها كوادر، تبني اسم. مصر هنعمل منها اسم، بس قبل الاسم بيني وبينك كوادر. هنعمل منها اوبريشنال مانوال محترم. ليه؟ لان من اهم الحاجات اللي هنشتغل منها في كايزو ان احنا كاوبريشنز، الناس هتخضم من الكلمه دي، احنا اقوى من ماكدونالدز. يعني انا راهن اي حد هات نفس عدد اوردرات كده ماكدونالدز وخليهم يشتغلوا بيه وعدد اوردرات كايزو، شوف كايزو هيطلع الاوردر في قد ايه ومجزي هيطلع الاوردر في قد ايه مرتاح. وانا راهن على 100,000 جنيه، واي حد يجي يعمل التشالنج ده مثلا من البتاع من فود بلوجرز على 100,000 جنيه انا اسرع منه ب5 اضعاف حرفيا. احنا بجد اوبريشن معلمين بطريقه ما حدش واخد باله منها. يعني الناس مثلا مخضوضه ان في كايزو هو فرع بلاتس الطابور ما بقاش واصل لبره ليه؟ حقيقه الامر احنا عدد الترانزاكشنز حاليا في كايزو 4-5 اضعاف من سنه ونص. بسم الله ما شاء الله. بس اللي حصل ايه؟ احنا بقينا معلمين اوبريشنز. اول لما فتحنا بنتعلم يا باشا. فالطبيعي ان انا كنت ممكن تستنى ساعه الا ربع عشان تاخد اوردر. انما احنا حاليا، يعني انا فاكر مره كنت مسافر مع مراتي، كنا في العيد مش فاكر فين، لبنان، دبي، حاجه كده. فالعيد بيبقى الدنيا زحمه جدا، فاحنا داخلين فايه بقى السيرفيس وساعه ويتنج ليست. قلت لها يعني ابو يعني فاهم. فبتقول لي يعني طب يلا. قلت لها بس معلش عشان الزحمه ونستحمل. قالت لي اول ما خدت في نظري، طب انت مش واخد بالك ان كايزو كترانزاكشنز على طول زحمه وماشي عندنا كونسبت اصل الدنيا زحمه فاحنا هنستحمل. انت حضرتك بتروح كايزو دلوقتي يوم الخميس تلاقي طابور قد كده وتلاقي ترانزاكشنز تلاقي كده وعادي مستني تاخد في ربع ساعه. في حيث انك لو رحت اي محل تاني ولقيت الدنيا زحمه هتبقى قابل اصل الدنيا زحمه فانا هاجي على نفسي شويه. فرجوعا ان احنا عملنا ايه؟ ان اول حاجه عملنا مثلا، ودي حاجه مثلا بقولها للناس اللي بتقول لك ابو سمره بقى فيري اجريسيف مع كونسيومر. معلش هنشط بره النقطه تاني ونرجع تاني. لا هو في الحقيقه يا جماعه لو انت راجل بتاع كونسيومر، وي بليف ان احنا كشركه فيري 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 كاستمر سنتر.
بس انا نفسي الزبون اصلا يبقى مدرك يعني ايه كاستمر سنتريك، يعني ايه هو بيفكر فيك. طب ما يا باشا انا ممكن ابقى زي البراندات الرخيصه، ابطأ لك الاوبريشنز وزحمه وهمبكه ومش عارف ايه واللذاذه والحق والطوابير باشا انت لو تعرف احنا بننفست قد ايه عشان اسرع لك الاوبريشن، هتعرف ان انا بقدرك. انما فكره لا اصل انا زعلان فانت ما رضيتنيش فانت كده ما تقدرنيش، ايه يا ابن الرخص ده؟ انما ليه؟ لان يا باشا اخر انا اسف جدا يعني متولي بعت لي انا زعلان، هرضيك يا عم بوجبه ب 200 جنيه، هل دي فلوس؟ هل ده مقامك؟ دي حاجه اهم، خلي بالك. يعني انا لما الزبون يبعت لي، يعني مثلا في حته تانية الناس بتخض مني على وات تو ايت، ان مثلا لما بيتسال كايزو فبتلاقي مثلا الحمد لله لو في 1000 رد 900 كايزو ده جامد فشخ و100 مثلا مش مبسوطين. الطبيعي الناس كلها حافظه بنعمل ايه، كلم ال100 دول يا باشا واعزمهم. انا عندي مانع على السوشيال ميديا تيم نعمل كده. يعني انت يا باشا عندك 900 بني ادم بيبروموت لك وبيحبك، تسيبهم وتروح لل100 الزعلانين؟ لا يا باشا، كلم ال900 دول وروق عليهم واعزمهم. يا باشا ده راجل اسمه براندن بس انت ما تعرفوش وبيحبك وبيشجعك، فانت تبقى زي العبيط تسيب دول ال900 اللي بيحبوك ورايح لل100 اللي زعلانين؟ انت اصلا بتربي عند الزبون يبقى ايه؟ يحبك اكتر. والتاني يا باشا هو مهما abuse. عملت هو وقت أصلاً انت مهما عملت له مهما حاولت ترضيه حقيقة ولا يا باشا الهوا. هي في الاخر اخرها يعني وجبه. ما خلي بالك انا جزء من الماركتنج بادجت بتاعتي بعمل فيها ايه؟ انا عندي بوليسي، اي حد يجي يقول لي انا مش عاجبني الاكل شكرا يا فندم هاته وهنديك غيره. انت بقى يا باشا ابيوزر، انت نصاب، انت على حق، انت باشا انا عندي ممنوع في اي وقت روح جرب كده، حتى لو الاكل عاجبك فمره روح جرب كده مع الشباب. باشا الاكل مش عاجبني عايز اغيره، حتى لو عاجبك يا باشا هو لك احسن جدا يا فندم اوردر مكان. بعت لي على سوشيال ميديا ما بيني وما بينك يعني انبوكس، باشا انا رحت وما اتبسطتش اعزمك. طلعت بابليك مش خلي بابليك يجيب لك حقك. انما احترمني ان انا عندي شركه. ليه؟ لان انا بقول لك ما ممكن فعلا الشيف اللي على الحواوشي ده يحرق الحواوشي، فانا غلطان فعلا. باشا انت راجل جيت لي 10 مرات زي مثلا اتقهر مره على جروب اللي هو مش عارف سوشيال ميديا مش عارف مين ده، فواحد بيقول لك ايه انا بقالي 12 سنه بروح كريف وبعد كده اخر مره ما اتبسط. يعني انت يا جاحد بقالك 12 سنه بتروح كريف لا سيبك من كريف، انت بقالك بلاش يا عم متولي، بقالك 12 سنه بتروح متولي كل مثلا 3 شهور بتروح مره، يعني 4 مرات في السنه في 12 مره ب50 مره، مبسوط وبتحب كريف والراجل مالك ساتسفاكشن، وفي مره اتضايقت تخش شرط على السوشيال ميديا. ده انت زبال يا اخي، سامحني يعني انت زبون على راسي بس انت زبال. انا بقيت اصلا اخش لما الاقي الناس بتاتاك بالذات اللي يقول لك ايه انا بقالي بروح بريموس بقالي 5 سنين بس اخر مره كان زحمه وما اتبسطتش. يا اخي بقالك 5 سنين من رحت له 100 مره ومره ما اتبسطتش يا عم، طب جرب ايه، روح للمدير قول له انا مش مبسوط. يعني انا بقول للناس يا جماعه في حاجه اسمها اسكليشن. انا مثلا في مكان ما اتبسطتش اول حاجه اعمل ايه؟ بعد انا عايز المدير يطلع حاجه من الاثنين، يا مدير بيفهم فيراضيك بجد ويراضيك مش اللي هو انا اسف اعمل ايه بس يا باشا وانا مراتك لا غير الاكل تمام، يا اما ما بيفهمش. النقطه اللي بعدها اللي طلع ما بيفهمش، يعني هو لو رضاك يبقى خلاص رضاك يا باشا يبقى انت هتفضل تحب البراند. ما رضاكش وطلع ما بيفهمش عشان ايه؟ ما هو غشيم او عشان هو مش متمرن وتافر. باشا مسج بسيطه جدا انبوكس فيسبوك انستجرام تيك توك وتافر الحاجات اللي موجوده دلوقتي، يا جماعه انا مش مبسوط وعندي مشكله وحصل 1 2 3. ليه انت كده رحت للمانجمنت؟ هيحصل حاجه من الاثنين، يا ناس هتنفض لك يا باشا روح للسوشيال ميديا اشتكي، يا ناس هتكلمك وتشوف المشكله فين. بس امشي بالبروسس عشان تعرف تاخد حقك. ومن غير كده يا باشا ده جزء من الاحترام. انا يا باشا الراجل انت مثلا متولي وابو سمر عاملين براند طالع عينيهم وبذلين مجهود ومكلفين انفستمنت قد كده ومعينين ناس بياخدوا لهم في الشهر، معينين فاتحين 40 50 اسره لو هم يعني فرع واحد او 500 اسره لو هم 7 8 فروع، وانت يا بليد رايح فجاه انا باشا هشرد للبراند ده وادوره في اكل عيشه. طب انا عندي سؤال مهم جدا، هل انت راجل شاطر في شغلك اصلا؟ يعني هل بقى انت يا باشا شبح راجل مجتهد في شغلك بجد، ولا انت من المهندسين اللي فشخنا في الطرق، ولا انت من الدكاتره اللي بنروح لهم ما نلاقيهمش، ولا انت من الكرييتيفز اللي بيعملوا فوتوشوب ويضربوا البتاع، ولا انت من الديزاينرز اللي بيضربوا البراند، ولا مش متراجع نفسك فاهم؟ اتكلم بجد بقى والله. عارف احنا لو في بلد انا بقول للناس زمان في مشكله، احنا بلد نعادي من الميديوكراسي، انت ما عندكش ناس شاطره قوي بجد فاهم الطريق وفي مشكله عشان الراجل ما عندوش ضمير، ولا الاستشاري بيستلم ولا المهندس بيشتغل بضمير. انا مش عندي حتى الناس بالنسبه لهم يا ابو سمر انت مأفور ليه؟ يا ريس كده صلي على النبي انت ليه بتجيب فراخ اورجانيك وفريش؟ يا ريس انت بتجيب انا مره جالي الدكتور البيطري اللي بيجي اما اكلم شريكي اللي هو لسه مجلس اداره عندنا، قال له يا باشا الراجل اللي عندكم ده همل ساعة لما كنتوا هتغيروا نوع اللحم
لا ما كنتش شغالين من جنوب افريقيا، فجه فهو ايه الشيف قال له فقال له باشا تعالى بص على اللحمه اللي عندنا بس عشان تفهم الموضوع عامل ازاي. فلا جنوب افريقيا وانجز وبتاع. قال له يا باشا في حاجه غلط، مفيش طب حد وريني بيعمل الكراتين اللي كده. وراه. طب والله اما اكلم رئيس المدينه عندنا شركنا، قال له رئيس الراجل عندك ده همل، الراجل ده اكيد بيخسركم، مم. فلو عايزني هجيب لك لحمه. قال له لا قال له يا باشا ده جايب لحمه محدش بيجيبها في مصر. مم. فهو راجل هو عنده حق. انا الشفات اول لما كانوا بيجوا لي، هو في ريس، هو انت مالها اللحمه الهند يا باشا؟ فاهم؟ فهو في حقيقه الامر ايوه انت عامل حاجه مختلفه، وبالتالي اللي مشكلتي في مصر بس ان انا مش واخد فرق المختلف. مم. يعني حقيقه الامر انا طبيعي سبيس ساندوتش 50 جنيه غير الفات، بس في الاخر هو سيلينج وايز الزبون غير قابل ان انت تروح للرقم ده. فهنعمل ايه؟ انت جايب البارتنرز، رجوعا للنقطه، يا جماعه عندكم حلين، يا نرضى بالمارجن القليل وان مصر دوله صناعه الكوادر وصناعه الاوبريشن مانوال وصناعه المش عارف ايه وصناعه الاسم وصناعه وبنعمل فوليوم. هل معنى كده ما بنخسرش؟ مم. بس الفوليوم الكبير قوي ما شاء الله بقى خلاك مستحمل ان انت الايجار والمرتبات والكهرباء والغاز والمش عارف ايه صغر، مم. فبقى في مارجن. بس في الاخر انا جبت البارتنرز قلت لهم باشا تمضي وتبصم ان انت موافق لما اجي لك اخر السنه واقول لك انا عملت ار او اي 6% صافي ربح، ما مم. تشتمنيش. ليه؟ لان بيني وبينك واحد زي كايزو بالحجم ده، لا باشا ده مرتاح يعمل نت بروفيت 40 و50%. جامد قوي. اللي انت طالع خلاص بره مصر، حقيقة الاختلاف الماركتس كبيرة قوي. ديفنتلي. لو هتنصح مطعم او هتنصح براند لسه بيبدأ وناوي يدخل المجال بتاعك، مش الشاورما بحد انا، بس ناوي يدخل المجال عشان عايز يكون من التوب 3. واحد، ذاكر. مم. اهم بقى من كلمه ذاكر حاجه مهمه قوي والله تفرق ممكن مع الناس. في حاجه اسمها يا جماعه اللايف سايكل للمنتج اللي احنا فيه. مم. لازم تفهم هو الماركت حاليا فين. يعني هل اولا نتفق هل هو حاجه كلاسيكيه ولا هي حاجه انوفيتيف؟ مم. يعني فور اكزامبل بعمل بوبا تي، حاجه ترندي. انت الاول يا باشا لازم تبقى عندك وعي على المستوى الاستراتيجي. انا داخل اعمل براند هخطف اللقطه في ال5 سنين بتوع الترند، ولا انا داخل براند كلاسيكي زي كباب وكفته والشاورما والفول والطعميه والمش عارف والبيتزا والمش عارف ايه. ليه؟ لو انا داخل في بوبا تي مثلا هيبقى تركيزي كله ان خلي بالك الترند ده هيقعد 3 4 سنين، انا محتاج اخش مم. اهبشه، لان بعد 4 سنين مش هتلاقي ماركت سايز. ليه؟ هو الماركت سايز بتاعه النهارده مثلا 10 مليون جنيه، انا عايز ابقى ماركت ليدر معاه 50%، فانا عايز اعمل 5 مليون جنيه مبيعات في الشهر. تمام؟ مم. الحق. طب لا انا عايز اعمل فرايد تشيكن، باشا خلي بالك ان البرودكت لايف سايكل بتاعه انت مم. الترند خلص والماركت استقر وبقى كنتاكي رقم 1 ومش عارف كانسز وبازوكا وارد اتاك هم اللي بيتنافسوا على رقم 2 و3 والماركت خلص. مم. كل بتوع الفرايد تشيكن بيقفلوا. وخلي بالك لما كان السؤال اللي فات ونسينا نوضح ده، ان مشكله كبيره جدا حصلت في مصر بسبب الوضع الاقتصادي، ان المارجنز لما كانوا في طبيعي تسال اي حد في الاكل هو الطبيعي الفود كوست قد ايه، هقول لك من 30 ل 40%. لا حاليا يا باشا هو من 55 ل 70%. فبالتالي انت حاليا لو بتبيع بمليون جنيه في الشهر انت تخسر. انت متخيل مليون مم. جنيه ده رقم؟ على فكره رقم كبير. يعني في سوق المطاعم انا بتكلم بير برانش، يعني مم. انك تعمل مليون جنيه في الشهر ده رقم فيري تشالنجينج. انك محتاج تعمل في اليوم متوسط 35,000 جنيه. الناس بالنسبه لها ايه يا عم 35,000؟ خلي بالك هو سوق المطاعم بيشتغل في إيه في الحياه كوقت؟ مم. هم مش 12 ساعه هم الساعات المحددة غدا عشاء. بالظبط، والدليفري بتاع الصبح مم. لو الناس بتوع الشركات اللي هم بياكلوا الساعه واحدة في نص مم. اليوم. فانت في الاخر عندك اوقات معينه. فانت خلي بالك عشان اعمل 30,000 جنيه في اليوم او 50,000 جنيه في اليوم، ولو انت جامد قوي تعمل 70,000 جنيه في اليوم في عدد محدد واضح في 7 8 ساعات اتس فيري تشالنجينج. مم. فبالتالي لو انت ما بتعملش مليون جنيه في الشهر، ما انت الفود كوست زمان كان 30% 40%، فكان في الاخر من المليون هتشيل ال 300,000 جنيه مم. بتوع الخامات صح؟ والايجارك 150,000 جنيه دلوقتي انت عايز تشيل والمرتباتك 70. 150. انت دلوقتي عشان فعلا تبقى بتعمل فلوس مم. محتاج تعمل 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه رقم صعب قوي. واللي اهم خلي بالك ان مش بس الكوجز بس اللي عليت، ان انت كمان بقى عندك المرتبات اضطرت تعلى، مم. الكهرباء والغاز عليوا اللي عليه. فبالتالي
حاجه بقى مهمه جدا بعيدا ان هي حرام، البديل بتاع الانفستمنت ايه؟ قرض. لا، والاهم انك تقعد فلوسك في البنك وتاخد وانت لا ضرايب ولا هم ولا ريسك ولا بتاع، تاخد 20%. فانا لو معايا الانفستمنت بتاع حاجه بقى اهم كمان، زمان كنت ممكن تفتح مطعم بكام؟ ب 2 3 مليون جنيه. ولو انت بتعمل كونتينر بمليون جنيه. النهارده مفيش الكلام ده يا جماعه. النهارده الثلاجه ب 50,000 جنيه عشان تشطب بس. مش هقول لك الستاندرد اللي كايزو وكريفو وبول بيعملوه، الستاندرد المحترم ان ما عندكش حد يتكهرب لا قدر الله يموت، ما عندكش السباكه تضرب ومش عارف ايه، ما عندكش ثلاجات تفصل فالمنتجات تبوظ وتموت الناس. اقرب حاجه مطلع مينيمم محتاج للمتر 30,000 جنيه. فلو انت بتشطب محل دلوقتي 200 متر مطبخ وصاله، انت محتاج 7 مليون. طب 7 انت كده اقل رقم ها. فدلوقتي بقى الانفستمنت مرعب، الار او اي بقى قليل. فبيني وبينك في هذه الحقبه الزمنيه محتاج اللي يستحمل، اللي يستحمل قوي، وانك تبقى واثق من نفسك قوي انك عامل منتج مرعب. ليه؟ لان زمان كانوا الصغيرين بيقفلوا، دلوقتي دخلت في مرحله من غير ما اقول الكبار بيقفل. كبار بيقفلوا. ما انا بقول لك في الاخر انت لو كنت كبير زمان بتبيع بمليون جنيه والراجل من يعني دايما بقسم الماركت 3 لايرز. الحيتان اللي بيبيع ب 3 مليون جنيه بلس في الشهر بير برانش، تمام. يليه الناس الجامده اللي بيكسر مليون جنيه في الشهر. يليه الناس اللي بتخسر اللي هم بيبيع ب 300,000 400,000 وبتاع. ما انت لو بتبيع بنص مليون جنيه في الشهر، شلنا يا عم انت شغال بخامات تعبانه شويه 50% من ال 500,000 دول، شيل 250,000 خامات، حط ايجارك 70 80,000 جنيه، حط 100,000 جنيه مرتبات، طلع حط لك مارجن كهرباء. في الاخر 20 30,000. مش طلع حاجه. حطهم في البنك. انت كنت هتنفست ال 2 مليون جنيه دول حطهم في البنك، هيجيبوا لك النص مليون جنيه اول. اتبسطت حبيبي حبيبي. لا بجد انا اتبسطت ان احنا قعدنا دردشنا شويه الحلوين دول. واتبسطت اكتر، عارف اللي هو في حاجات كتيره قوي عدت عشان اقعد القعده دي. على راسي والله، على راسي. انت اللي جاي خلاص ان انت هتطلع بره. بص احنا عندنا شويه كي بي ايز، احنا مقسمين البلان بتاعتنا، مع ان انا بقول دايما كلمه مشهوره تو ماتش بلاننج از وورثلess. انا بقول دايما الكلمه مشهوره دي، بس في الاخر انت تحط البلان وبتادابت على البلان، بتتمحور على البلان. فاهم؟ فجاه يجي لك كوفيد، فجاه الدولار يضرب في مصر، فجاه، فانت لازم تبقى برضه عندك الفلكسبيليتي. بس لو اقول لك البلان بتاعتنا، احنا مقسمين البلان لمرحلتين. 2025 مرحله، 2027 دي مرحله ثانيه. 2025 احنا عندنا ان احنا هدف واضح وصريح، دومينيتنج السوق المصري باي فار. يعني الحمد لله دلوقتي 6 اكس، عندنا تارجت ان احنا نبقى 15 اكس الماركت ما شاء الله. وبنعمل ده عن طريق ايه؟ ان احنا بنزود الكفرج. فان احنا عندنا دلوقتي شويه مناطق فتحناها خلاص. فعندنا السنه دي هنفتح زايد، هنفتح المعادي، هنفتح ديستريكت 5 مثلا. وبعد كده عندنا السنه الجايه قربه، وعندنا معادي مهندسين والدقي والمنطقه دي ومدينتي. كده نبقى قفلنا اغلب المناطق، وعندنا فرع كمان في التجمع لان التجمع اهم ماركت. فدي لحد 2025. بعد كده نبتدي نعمل ايه لكايزو؟ كل سنه في مصر نفتح فرع او فرعين ماكسيمم، فن والباقي بره. بالظبط. فدي بلان 25 نكون فتحنا دبي، فتحنا السعوديه، فتحنا امريكا، فتحنا قطر. دول الاساسيين، نكون فاتحين على الاقل في كل دوله منهم فرع، واللي يطير نحصله بفرع تاني. وبعد كده بدايه 2027 لو ربنا كرمنا وكنا نجحنا في الاهداف بتاعت 2025، هنبتدي نخش على اوروبا، انجلترا، المانيا، في كام دوله احنا مستهدفينهم، مع التوسع المرعب في امريكا. ونطلع بقيه البراندز، يعني ان شاء الله قبل 2025 نكون مطلعين رؤى. احنا كنا نفتح في رمضان بس، هنفتحه اول يير لونج. نكون مطلعين ستريبرز، دول لازم يكونوا فاتحين. وفي كونسبت كده هيبقى مفاجاه للناس، يعني ما كانش في البلان بس يعني لقطنا ان في اوبورتيونيتي مرعبه ان شاء الله هنفتح، هنتكلم عنه بعدين. الميزه بقى ان احنا ايه شغالين عليه من دلوقتي. يعني بخلص البراندنج وخلص الكونسبت، خلص الار ان دي. انا دايما بخلص كل حاجه واحطها في الدرج. فهوبفلي لو اتقابلنا تاني في 2025 واحنا بنصور باذن الله نكون فاتحين، او نصور بقى في دبي ولا السعوديه ولا امريكا. و2027 يا رب نكون يوصلنا. احنا عايزين نكون فاتحين في 2027 نكون فاتحين في 30 سيتي حوالين العالم ما شاء الله، و30 سكسسفل اوتلت. يعني زي ما بقول لك احنا من اكبر المحاربين لفكره الصوره الحلوه اللي بتنزل على الفيسبوك واصحابنا كلنا بيقول لنا باشا انت بتبيع بكام؟ انا ببيع ب $1000 في اليوم. فهوبفلي نوصل لده، نتمنى. ونفضل في اي دوله بنخشها احنا عندنا تشالنج واضح وصريح. لو احنا مش من الثلاثه الاوائل هنقفل البلد.
انا بتمنى ان احنا في 2027 يا رب نكون حققنا كل حاجه يا رب اتمنى. ودايما يعني ربنا يبارك لك والله على كميه البلاننج والبروسيس ربنا اللي انت يكرمك يا بتمشي رب. بيها، ويوسع عليك. يا رب. انا اتبسطت قوي قوي انا قوي كمان قوي والله قوي جدا قوي. جدا. نقفل الحلقه، نقفل الحلقه. نقفل. نقفل الحلقه. حبيبي. انتوا كنتوا بتتفرجوا على الكرييتيف كاست على اليوتيوب، وتقدروا تسمعوه على كل المنصات. كان معانا النهارده مصطفى ابو سمره، صاحب محلات كايزو، ويعني انتوا عرفتوا الدماغ ماشيه ازاي يعني، ما شاء الله. ربنا يكرمك. انا متولي، وتقدروا تتفرجوا على الحلقه يوم الجمعه على اليوتيوب، وتسمعوها على كل المنصات يوم السبت. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام. سلام.